السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الطبق الحلو الجميل دوت مع بعضينا. وصفة حلوة وطريقتها حلوة جدا جدا. غير اي مرة هتعملوها فيه. دي بقى انا هسميها المزاليكا. المزاليكا دي في ناس بتقول لازم تكون فيها لحمة وفشة وكبدة وطحال والحاجات اللي هي ديت. بس انا النهارده هعملها بكبده وقوانص بس، ومزاجي بقى ان انا اسميها مزاليكا. معلش. عشان هي طعمها فعلا بجد غير اي مرة بنعملها فيه. زي ما وريتكم كده في الفيديو، احنا جايبة كبد وقوانص، والكبد غسلاها وشطفها كويس جدا ومنضفة القوانص من الدهون. وكان معايا فلفلاية خضراء وفلفلاية حمراء وقرن فلفل سبايسي وبصلاية وطماطماية، وكل دي مكوناتنا. هنبدأ في وصفتنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا انا ابتديت اقطع البصلايه الاول، وهقطع الفلفل قطع كده مربعات صغيره، وطبعا هنحش منه البذر زي ما انتم متعودين معايا. النظافه اهم حاجه، والعين يا جماعه بتاكل قبل البق. وهنقطع قرن الفلفل سبايسي، طبعا ده اختياري، بس عايزه اقول لكم بيدي طعم جميل قوي وتحبيشه حلوه قوي قوي قوي. هاتولي كده مره انتوا كلتوا اي كبده بره، بس دي طبعا مش كبده الشارع. دي مزاليكا، دي كبده بالقوانص بالبصل بالطماطم، هي طماطميه واحده، مش هنكتر. ومعايا شريحة ليا انا قطعتها برضو صغير. وبجد في الفيديو بتاعنا دمه خفيف او ما فيهوش اي حاجة ولا اي افتكاسات. والبهارات بتاعتنا شوية ملح وفلفل اسود ورشة كزبرة ناشفة، بس ما فيش اي حاجة تاني. وهي طماطمايه برضو اهو زي ما انتم شايفين. بنوضب كل حاجتنا قبل ما نبتدي، علشان نقف كده على البوتاجاز نعمل حاجتنا وما نبقاش متسربعين، مفيش حاجة تتحرق ولا تنشف مننا. خلاص هنروح بقى كده دلوقتي على البوتاجاز، نجيب الطاسة بتاعتنا نسخنها كويس. ونسيت اقول لكم، دول بقى فصين التوم اللي هيعملوا طعم وريحة برضو معانا، هم فصين بس. يعني انا كان معايا هنا يعني بتاع ازيد من نص كيلو بشوية. يعني مش نص كيلو كبد وقوانص، هي كانت ازيد شويه، بس الصراحه ما وزنتهمش، لان دول كانوا كبد من كبد وقوانص فراخ انا كنت بحوشها عندي في التلاجة. فالصراحة ما وزنتهمش، خليتهم كده في يوم، ورحت محتارة اعمل اكل ايه، طلعتهم يلا يا نونا اعملي بيهم اكلة، وجنبهم شوية بطاطس محمرة وشوية سلطة وشوية مخلل، وقضينا اليوم والحمد لله. جبنا الطاسة سخناها كويس، حطيت فيها بصوا معلقتين 3 زيت مش كتير، وحطيت بقى شرايح اللي دول علشان يستووا ويسلوا كده وينزلوا الريحة والطعم اللي هتخليلي الوصفة بتاعتي في حتة تانية. الناس بقى اللي ما بتحبش اللي هي طعامي بحتة سمنة من عندك، حتة سمنة بلدي كده او اي سمنة مع معلقة الزيت، علشان تكون الوصفة غنية شوية. خلاص بصوا هنا، خلاص اللي هي ابتدت تتحمر وابتدت تدينا اللون الذهبي الجميل دوت. هنزل اول حاجة، طبعا انتوا عارفين ان القوانص والقلوب بتاخد سوا شوية عن الكبدة. هننزل اول حاجة بالكبد، نشوحها كام تشويحة لحد ما تستوي وتشرب في ميتها. وميتها اللي هتنزل منها ديت، بس انا طبعا ايه لما بديها الصدمة دي بتفادى المية، لاني لو نزلت مية هتبقى زفرة. بس هي كده كام تقليبة وتشويحة كده هتستوي. وصفة سهلة حلوة قوي قوي قوي. انا بحوش الكبد والقوانص دي، بحب تملي اعمل رز بالخلطة للاولاد. عشان كده بشيلها، فجيت المرة دي رحت قلت والله اللي انا مطلعاها واعملها الاكلة الحلوة دي. خلاص. بعد القوانص انزلي بالبصل، خليكي ماشيه بالتكنيك بتاعي دوت. الوصفه هتفرق معاكي قوي قوي قوي. ما تنزليش الكبد دلوقتي خالص، اعملي البصل الاول كده هوت شويه، تروحي القوانص واخده برضو شويه من ميه البصل اللي هتنزل، وتبتدي برضو ايه تستوي، علشان في الاخر ناخد الاكله كلها مستويه زي بعضها. ونقلبهم كده على بعض، نصفر البصلايه ونبتدي نقلب اهوت. خلاص كده. لو انتوا لاحظتوا انا لحد دلوقتي ما حطيتش ولا ملح
القوانص دي عاملة زي اللحمة، ما ينفعش ان احنا نبهر او نملح الا لما تستوي. خلاص خلاص كده البصلة اصفرت، نبتدي ننزل بقى بالجنب كده بالكبدة، ونسيب برضو نص الطاسة كده سخنة عشان الكبدة تنزل تاخد الصدمة زي ما هتشوفوا دلوقتي. بصوا بصوا، مفيش نقطة مية جابتها، مفيش نقطة مية. هنا بقى الصح، وهنا يعني الكلام الصح اللي انت ممكن تعمليه في وصفتك، ان انت ما تخليش اي حاجة تنزل ميتها عشان ما تبقاش الحاجة ريحتها زفارة. خلاص بصوا اهو ماشية معاكم واحدة واحدة. ما فصلتش الفيديو. بصوا اهو مفيش اي مية نزلت اهوت. خلاص بصوا اهو اهو اللي حاجات صوص بسيط قوي، يعني صوص بسيط جدا. هننزل بقى بالطماطم والفلفل وبقية المكونات بتاعتنا، ودي بقى تشويحتين كده وكده. خلاص هتلاقي الوصفة بتاعتنا خلاص كده قربت على الانتهاء. خلاص هنا بحط ملح اهوت، بحط شوية فلفل اسود، بحط شوية بهارات، بحط ربع معلقة كزبرة ناشفة، ما تكتريش عن كده. ممكن انت بقى حابة تحطي كمون، حطي شعرة كمون. ما بتحبيش الكمون زي حالاتي في كل الاكل كده، ما بلاش يعني ما تحطيش. نروح بقى نجيب الطبق الكبير بتاعنا او السرفيس دوت، هنغرفهم اهو. يا سلام على الجمال. بصوا بصوا بصوا، ما شاء الله ما شاء الله، تتحدث عن نفسها. يلا دي برضو ممكن وجبة نستعملها في رمضان على الفطار كده، في 10 دقايق هتكوني عاملة وصفتك ومخلصاها وكله تمام. هنقدمها بقى جنب طبق بطاطس محمرة، عايزين تاكلوها كده بالهنا والشفا لوحدها تمام جدا، جنب شوية مخلل حلوين كده تكوني عاملاهم بإيدك يا ست الكل في البيت. وهقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلا اللي ما عملتش لايك تعمل لايك يا جماعة، خلوني نفسي تتفتح للقناة شوية. يلا انتظروني ان شاء الله في احلى الوصفات في مطبخ نونا جولد 2.